إسرائيل خسرت أكتر من ربع دباباتها وأكتر من 5% من جنودها في عدوانها البري على غزة. وبعد انسحاب لواء جولان، الخبر اللي متصدر كل الصحف العالمية دلوقتي بيتكلم عن فشل إسرائيل وخسارتها. وفي مقال اتنشر في أشهر جريدة عندهم بيقول إن الجيش غير قادر على الانتصار وبيتهموه بالتعميم والكذب. تعال اقول لك هم ازاي خسروا برغم كل الدمار اللي سببوه في القطاع وايه اللي هم معتمين عليه بالظبط. لكن قبل ما نبدا ما تنساش اللايك واشتراك القناه واكتب لنا رايك في كومنت، وتعالى مع بعض نعرف الحكايه في ملخص الحكايه. إسرائيل تمتلك عدد 169,000 جندي أساسي و465,000 جندي احتياطي، وبتمتلك 2200 دبابة و530 مدفع و300 طيارة هجومية مقاتلة وأسطول من الغواصات والسفن، وعندهم كمان نظام القبة الحديدية اللي بيتعرض للصواريخ قصيرة المدى، والأهم من ده كله إنها تمتلك نووي. وفي مقال اتنشر سنة 1982 في جريدة لوموند دبلوماتيك الفرنسية اتقال فيه إن إسرائيل دولة يمتلك جيش، واتقال فيه كمان ان المؤسسة العسكرية عندها نفوذ بيتجاوز المخاوف الامنية، لان بيع الاسلحة اكتر ربح من تجارة الالماس. وفي سنة 2023 في اكتر من 35 دولة في العالم اسرائيل بتبيع لهم سلاح. وقبل 4 ايام من عملية طوفان الاقصى مضوا صفقة بيع اسلحة لالمانيا بقيمة 3.5 مليار دولار. وقبلها بكام يوم يواف جلانت وزير الدفاع وقع صفقة مع وزير الامن الالماني بدفعة اولية قيمتها 600 مليون دولار على نظام دفاع مضاد للصواريخ في أكتر الأنظمة الحديثة المتطورة، وهتكون جاهزة للتشغيل على سنة 2030 كجزء من مشروع درع السماء الأوروبي. وطبعا كلنا عارفين ده بسبب خوفهم من روسيا اللي المفروض هيشمل دول حلف الناتو ومعاهم بريطانيا. إسرائيل قبل طوفان الأقصى كانت فعلا متفوقة في مجال تكنولوجيا التسليح، وأثبتت إنها رائدة في تصنيع الطيارات والدبابات المركبة وأنظمة المراقبة والدفاع والاتصالات والإلكترونيات، وقدرت إنها تكفي احتياجاتها وتبيع الفائض اللي بيمثل 3/4 إنتاجها. إسرائيل في 2006 كان إجمالي مبيعاتها من الأسلحة 4.5 مليار دولار، وفي سنة 2022 وصلت ل 12.5 مليار دولار بسبب سمعتها في مجال التسليح، وخصوصا بعد حرب أرمينيا وأذربيجان 2020. وده كان بسبب طيارات الدرونز الإسرائيلية اللي كانت سبب رئيسي في فوز أذربيجان. قبل عملية طوفان الأقصى التسليح كان عامل أساسي في اقتصادهم، واللي حصل يوم 7 أكتوبر دمر الصورة اللي كانوا مصدرينها للعالم، من أول فشل سلاح الاستخبارات في توقع وصد الهجوم، لفشل القبة الحديدية في التصدي لصواريخ القسام البدائية، لفشل المركبة اللي دمرتها المقاومة من المسافة 0، وانهيار نظامهم الدفاعي قدام المقاومة خلى الخبراء يسألوا النظام ده هيعمل ايه قدام قوة زي روسيا ولا إيران. وبسبب كل ده إسرائيل خسرت سمعة سلاحها، وده اللي كان قايم عليه اقتصادها، وخسرت اقتصاديا بعد استدعاء قوات الاحتياط اللي هم باقي الشعب، وخسرت سياحيا بعد ما كانت دعاياها قايمة على إنها أأمن مكان في العالم. والخسائر الدبلوماسية ما تتقدرش بفلوس، لأنها بتواجه دلوقتي عزلة دبلوماسية، وكل يوم دولة من حلفائها بتتسحب زي أسبانيا والنرويج وبلجيكا وجنوب أفريقيا. والأهم من الخسائر دي كلها هو فشل العملية البرية وعدم تحقيق أي أهداف استراتيجية، ده غير خسائرها الكبيرة في المعدات والجنود. في مقال لصحيفة يدعوت أحرنوت اتكلم عن 5000 جندي اتصابوا من بداية الحرب، منهم 2000 إعاقة كاملة و100 إصابة بالعمي. لكن هنلاقي صحيفة هارتس قالت إن عدد الإصابات أكبر بكتير من الأرقام دي، ووصل لأكتر من 10,000 فيما فوق. وأعلنت الرقم ده بناء على فحص المستشفيات اللي بتعالج فيها الجرحى زي مركز بارايزيلاي الطبي في مدينة عسقلان. أما عدد القتلى على لسان إعلامهم الرسمي فهو 500 جندي وضابط، وعدد المعدات المدمرة تخطى 500 آلية، والرقم ده بيساوي 20% من تسليح جيشهم. ولك أن تتخيل إن ده إعلامهم الرسمي، لأن الخبراء العسكريين بيقولوا إن الأرقام الحقيقية أكبر من كده بكتير. الخبير العسكري الإسرائيلي برهان ماهير بيقول إن الرقم الحقيقي للآليات المدمرة هو 1200 آلية ما بين دبابات وجرارات وناقلة جنود، ولو حسبنا إن كل مركبة فيهم كان فيها 3 جنود بس، وده على أقل تقدير، فاحنا بنتكلم على 3600 قتيل
واستنادا على ده في الفيديوهات اللي بينشرها المقاومة وخبراء تانيين كلهم أجمعوا إن الأرقام الحقيقية أكبر من المعلن عنها بكتير، وإن إسرائيل بتكذب لسببين. أول سبب إن الرقابة هناك بتمنع تداول الأرقام الحقيقية، وده علشان الروح المعنوية للجيش ما تقلش، والسبب التاني علشان ما تخسرش سمعتها العسكرية اللي بتبيع على حسها السلاح. الخبير العسكري الروسي لونيد إيفاشوف قال إن اختراق وتدمير مركبة 4 بقذيفة الياسين 105 بيمثل أكبر فشل في التاريخ، وإزاي قذيفة ب $500 تقدر تدمر مركبة تكلفتها 6 ملايين دولار. وبسبب الفيديوهات اللي بينشرها حماس واللي بنشوف فيها المركبة وهي بتفرقع بقذائف بدائية الصنع، هتلاقي التصدير وقف وضاعت هيبة واحد من أكبر الكيانات المصنعة والمصدرة للسلاح في العالم. وكل اللي بيحصل دلوقتي من مجازر وقصف الأبرياء هي محاولة الأخيرة للحكومة الحالية لتحسين صورتها قدام شعبها لتهجير الفلسطينيين لسيناء وتصفية القضية، وهي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن تخلي شعبهم يسامحهم على فشلهم. تفتكر هيقدروا ينفذوا مخططهم ولا لا؟ اكتب لنا في تعليق رؤيتك للأحداث وقول لنا النهاردة مخططهم هل هيقدروا ينفذوه ولا لا. واشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. دمتم بأمان الله. ملخص الحكاية أحمد شفيق.